السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا مزيانين. هذا اول فيديو ليا فاد يعني غنحطو في القناه. يعني القناه ديالي جديده اللي عاد حليتها دابا. يعني غنبدا بواحد الشلاضه اللي هي سهله ملي كيجيو عندنا الضياف ما كنعرفو ما نديرو، اللي هي سهله بزاف يعني بزاف وكتجي زوينه. يعني اول شيء كنحتاجو بطاطا. انا سلقتها وصفيتها من الماء وكنتسناها تبرد باش نقيها. وكنحتاجو بصله جوج، يعني على حسب الرغبه اللي كيبغيها اللي ما كيبغيهاش. البصله انا اختاريت جوج حيت كيبغيوها في الدار، والزيت وشويه الخل وشويه البزار والملحه وشي حاجه فين نرونو هادشي ومتبعا باش نقطعوه. كما كتشوفوا انا قطعت هنا بطاطا وغنزيد شويه. درت هنا البصله، درت غير بصله ونص. كما كتشوفوا معايا غير بصله ونص هنا حيت عندي بطاطا بزاف، حيت ضيافه داكشي. انا عندي بطاطا بزاف. لا عندها غير بطاطا ولا جوج كاينين غير شويه في الدار، دير غير نص بصله ولا بصله وحده، يعني على حسب الذوق ديالهم. يعني ناخذوها ما عنديش الوقت، طحنتها غير في الماكينه دغيا. ما طحنتهاش بزاف باش ما ترجعش الماء وحاجه، باش تبان شويه باينه كما كتشوفوا معايا. غنزيدو شويه الخل، يعني نديرو غير شويه، واحد الدوره ولا جوج، حيت عندي كما كتشوفوا عندي بطاطا بزاف كما قلت لكم في الاول. نديرو شويه الزيت ستوب. نديرو شويه الملح والبصل على حسب الذوق، يعني كميزان كما كتشوفوا معايا. صافي نخلطو غير بشويه باش ما تعجنناش البطاطا. يمكنكم تزيدوا شويه ديال القزبر معدنوس الا عندكم وكتبغيوه، كيجي زوين بزاف. زدت شويه ديال السودانيه وشويه ديال الكمون وصافي. هذيك الساعه نخلطهم وهذا هو النتيجه الاخيره. زوين بزاف كما كتشوفوا. انا خلطتها وحاولت اني ما نعجنهاش، يعني حاولت نخلطها بشويه صافي هكا. وكديروها في طباسل وكتقدموها للناس بالصحه والراحه. كما كتشوفوا مع هذا هو الشكل النهائي ديالنا. صافي كنقدموه في طباسل يعني مويه ما بين صغار وكبار، ونحطوهم في الطبله مع الغدا وداكشي. وواحد الحاجه، يعني انا ما خصهاش تجلس في الثلاجه بزاف مع الخل، كتكون شويه ريحته شويه قويه. داكشي علاش ما خصهاش تبقى بزاف في الثلاجه. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، تشتركوا في القناه ديالي، ديروا سبسكرايب وجيم وبارطاجي مع الناس، وكتبوا لي كومونتي الا عجبكم الفيديو ولا لا. وشكرا بزاف. سلامه.